لحظة 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 لحظة. هو المفروض هنا يا جماعة ان احنا بنشتري التيكت ديت المفروض ان هي للهاي واي بتاع الطريق المدني. لا يا عمر ما تهزرش بالله عليك. لا 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 بص اليوم هيبوظ يا صاحبي، انا مش عايز اتبل. خلي بالك ده الدنيا بتمطر يا معلم. خلي بالك دي تعتبر من أسوأ الحاجات اللي انت ممكن تعملها. اول ما مسكنا الطريق الهاي واي الدنيا مطرت يا زلمه. ميه نقيه جدا. انت شايف اصلا الاسماك وشايف الخضره اللي تحت، شايف كل حاجه تحت، شايف القاع. خلي بالكم يا جماعه انتوا ما تستغربوش، هتلاقيني بتكلم سوري وعمر بيتكلم مصري من كتر ما قعدنا مع بعض. انا عم اقول له يا زلمه وهو يقول لك 100 100 يا باشا. طبيعه طول الوقت، مفيش حدود، انت ماشي على خريطه مفتوحه حرفيا، مفيش حد بيوقفك ولا في حد بيقول لك انت رايح فين وجاي منين. عمر يا جدعان بيسمع محمد رمضان بيحبه جدا. بص عمر مهيص جدا يا جدعان بمحمد رمضان. شباب يا جدعان الراجل دوت هينام معايا في نفس السرير، هتبقى حاجه صعبه جدا بصراحه. بس هسيب اللي حط حاجز. معلش يا جدعان اصل هو عمر هاف سيريان هاف هنجاريان فبيغير على المجر شويه. تجربه انك انت تمشي بسياره او انك انت تاخد العربيه بتاعتك وتطلع على دوله اوروبيه ما تقابلش حدود وتمشي وتشوف الجمال ده كله، تجربه بجد تحفه جدا وما كنتش اتوقع انها تكون بالجمال ده. انا دلوقتي رسمي معايا شنطتي ونازل من البيت رايح ازور اكبر عدد ممكن من الدول الاوروبيه في 4 ايام. الفكره ان ازاي اوصل للمدن الاوروبيه ديت باسهل طريقه وباقل التكاليف. هنكتشف مع بعض الطرق والفنادق والمواصلات والحدود وكل الحاجات اللي انت عايز تعرفها لو انت مسافر اوروبا بالعربيه. خليك معايا، مفاجآت كتير ويلا بينا. خلي بالك جامد جدا ان انت تخش تعبي البنزين تديله رقم الكابينه تدفع الفلوس. سهله جدا. ايه جبت لنا حاجه؟ انت هتقضيها 100 100 على طول كده. ما عاد غير. لحظه 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 لحظه. هو المفروض هنا يا جماعه ان احنا بنشتري التيكت ديت المفروض ان هي للهاي واي بتاع الطريق المجري. يعني هي زي نظام عندنا كارته، احنا زي ما احنا عندنا كارته في مصر هنا في كارته، بس الكارته اللي هنا انت بتدي له رقم العربيه بيسجل لك 10 ايام تقدر تمشي. المفروض ان ال 10 ايام ب 6000 فورنت، 6000 فورنت دول يعني حوالي 12 يورو. واحنا كده المفروض خرجنا من البنزينه ملينا الدواليب على راي عمر، الدواليب اللي هي التواير، وظبطنا الدنيا وجبنا الكارته بتاعت الهاي واي اللي هو المفروض بيودينا على الحدود. والمفروض ان احنا اول مدينه هننزلها هتبقى مدينه لوبيانا عاصمه سلوفينيا. والمفروض ان احنا جبنا الكارت برضو بتاع سلوفينيا او الهاي واي بتاع سلوفينيا او الكارته بتاعت سلوفينيا. المفروض انها بتتجاب اونلاين ب 16 يورو. بعد ما هنعدي من الهاي واي بتاع هنغاريا هنخش على الهاي واي بتاع سلوفينيا، وخلينا نشوف مع بعض الطريق وجمال الطريق، لان سلوفينيا مدينه جميله جدا ودي اول محطه بالنسبه لنا. ومفروض يا جماعه ان عمر هو اللي هيتولى القياده معايا، لان عمر عارف الطرق طبعا بتاعت هنغاريا. مجرد ما نعدي الحدود الهنغاريه هنبدل سواقه والدنيا هتبقى تمام. طرقات حافظهم بصل بجد والله. خلي بالك ده الدنيا بتمطر يا معلم. خلي بالك دي تعتبر من أسوأ الحاجات اللي انت ممكن تعملها. اول ما مسكنا الطريق الهاي واي الدنيا مطرت يا زلمه. عن جد حوار. خلي بالكم يا جماعه انتوا ما تستغربوش، هتلاقيني بتكلم سوري وعمر بيتكلم مصري من كتر ما قعدنا مع بعض. انا عم اقول له يا زلمه وهو يقول لك 100 100 يا باشا. فالموضوع غريب. الموضوع غريب جدا. هو بقى يتكلم مصري وانا بقيت اتكلم سوري من كتر ما انا قاعد معاه. بس حوار يا معلم ان الدنيا تمطر كده، ربنا يستر بقى. مطر وزحمه وعجقه حوار. عموما هو احنا ما بيننا وما بين سلوفينيا بالظبط 4 ساعات ونص اللي هم 450 كيلو. خلي بالكم يا جدعان الطريق ممتع جدا، بس انا استغربته ان في زحمه. حتى عمر يا جدعان خلاص بقى يسمع مصري، كل حاجه بقت مصري. بس مصري يا اسطى. يعني قاعد معايا مأثر عليه بطريقه غريبه جدا. لو في حاجه ثانيه يا جدعان، عمر المفروض ان انا كل ما اركب معاه العربيه حتى اللي كانت موجوده البسات لما يبقوا راكبين مع بعض يقعد يحط ايده. قلت له طب يا معلم خلاص انت عندك واحده ليك هنا وواحده ليا، ليه انت عايز تيجي عندي برضه؟ يعني خلاص يا عم خليك في بتاعتك. ماشي دي بتاعتي دي بتاعتي يا باشا دي بتاعتي. فظيع يا جدعان. قاعد يعني عايز اخد كل، يعني هو اصلا ممكن يقومني ويحط ايديه عادي جدا. عمر يا جدعان بيسمع محمد رمضان بيحبه جدا. بص عمر مهيص جدا يا جدعان بمحمد رمضان.
بص المكان التحفه ده. قابلنا بنزينة على الطريق، واول ما نزلنا لقينا ان كل حاجه باللغه السلوفاني، يعني احنا اصلا وصلنا سلوفانيا من غير اي حدود، واحنا ماشيين على الهاي واي بتاع المجر مره واحده لقينا بنزينة، نزلنا لقينا كل الحاجه بالسلوفاني، لقيت نفسي وصلت سلوفانيا من غير اي حدود ولا جوازات ولا اي حاجه. بجد حاجه غريبه جدا انك وانت ماشي تنزل البنزينه تلاقي نفسك بقيت في بلد تانية. المفروض ان احنا كده وصلنا سلوفينيا بكل سهوله من غير ما حد يحس باي حاجه، من غير ما اعدي على جوازات، من غير ما اعدي على حدود. بجد حاجه غريبه جدا. ايه يا عمر، وصلنا سلوفينيا يا زلمه. شوف هون الحدود. اول بنزينه من بعد هنغاريا. يعني فعلا دي اول بنزينه. ما بقول لك انا مستغرب جدا، كل النمر العربيات مش هنجاري لقيتها سلوفاني، فحاجه غريبه جدا. عمر يا باشا الحمد لله على السلامه ومرحبا بيك في سلوفانيا. احلى سلوفينيا. على اول ما وصلنا خضار واشجار. انا برضو استغربت، لا والجو ساقع جدا يعني. يلا خلينا نكمل بقيه طريقنا. بص يا باشا بقى، احنا بعد ما عدينا من البنزينه قابلنا الحدود. بص هي دي الحدود، دي المفروض ان الشرطه، ومفروض ان بعد البنزينه هي دي الحدود بتاعت سلوفينيا. يعني احنا بعد ما وقفنا في البنزينه واكتشفنا ان احنا في سلوفينيا، بصينا كده لقينا حد واقف بيعمل سلام عليكم للناس وبيعديهم. هي دي سلوفينيا واحنا كده دخلنا. يلا بينا نشوف المحطه اللي جايه، والمفروض المحطه اللي جايه على العاصمه لوبيانا. خلينا نشوف ايه اللي مستنينا هناك. يلا بينا. يلا شوف الجبال اصلا والطرق حوالين الجبال عامله ازاي. بجد سلوفينيا ولا اروع. وانا بجد معلش يا عمر بصراحه يعني احسن من المجر بكتير. لا يا زلمه والله احلى من المجر يا زلمه. هو في مجر رسم الطبيعه المرسومه دي يا زلمه؟ في يا زلمه مفيش. انا ما شفتش كده جمال. اصلا هدول اراضي هنغاريا يا زلمه. يا راجل عن جد بجد. واخ انا ما كنتش اعرف يا معلم بصراحه. عايش يا جدعان، اصل هو عمر هاف سيريان هاف هنغاريان، فبيغير على المجر شويه. واو بص النفق اصلا. واو تحفه. طب في الكلام ده في هنغاريا يا معلم؟ انت شفت نفق جوه الجبل كده في هنغاريا؟ بامانه والله يعني خليك حقاني. ماشي يا معلم انا عارف ان انت هنغاري وكل حاجه، بس بصراحه سلوفينيا احلى بكتير جدا من هنغاريا كطبيعه. يعني احنا لسه هنخش نشوف العاصمه لوبيانا الدنيا ماشيه ازاي، بس بصراحه ايه الجمال ده يا معلم. بص اصلا الطريق، بص الانفاق اللي موجوده صراحه الطرق احسن بكتير. احسن بكتير من هنغاريا. طرق تحفه. البلد يا جدعان مش مشهوره، بس بجد الطبيعه والراحه النفسيه اللي على الطريق ده هتعجبك جدا. احنا دلوقتي المفروض ان هو كاتب لك لوبيانا اللي هي عاصمه سلوفينيا 130 كيلو. بجد يا جماعه هنا في سلوفينيا انا مش مصدق الجمال. خضره، جبال، طبيعه بشكل لا يوصف بجد. يعني انا ما كنتش متخيلها ابدا انها تكون بالجمال دوت، مع ان سلوفينيا مش مشهوره ومش بلد يعني معروفه او مشهوره سياحيا او الناس بتجيها كتير زي البلاد السياحيه او زي زلمسي حتى او كابرون. طبعا زلمسي وكابرون حلوين جدا، بس موضوع الطبيعه هنا خيالي بجد. احنا دلوقتي بنتكلم يا جماعه ان الساعه 8 بالليل، احنا ماشيين من هناك الساعة 3 العصر. احنا دلوقتي فاضل لنا 80 كيلو ونوصل لوبيانا. الطريق، الخضرة، الطبيعة، اجواء فظيعة. يعني تجربة انك انت تمشي بسيارة او انك انت تاخد العربية بتاعتك وتطلع على دولة اوروبية ما تقابلش حدود وتمشي وتشوف الجمال ده كله، تجربة بجد تحفة جدا. وما كنتش اتوقع انها تكون بالجمال ده. طبيعة طول الوقت، مفيش حدود، انت ماشي على خريطة مفتوحة حرفيا. مفيش حد بيوقفك ولا في حد بيقولك انت رايح فين وجاي منين. شوف معايا الجمال الطبيعي بنسبة 100%. انت بتتكلم ان كل الخضرة ديت ومفيش اصلا حد، يعني انت بتتكلم انك انت لوحدك في الخضره ديت. بص الجمال، بص الجمال، بص البيوت اللي هناك اصلا عامله ازاي.
بصراحة يا جماعة تجربة انك انت تاخد عربية وتنطلق على اوروبا، اكيد لسه هنشوف حاجات كتير جدا من الطبيعة ومن المدن من الشوارع، اكيد هنستكشف حاجات كتير جدا. بصراحة انا مستمتع جدا، يعني عارف احساس انك انت تكون فعلا مغموس في قلب الطبيعة. انا حرفيا مغموس في قلب الطبيعة، حتى البيوت اللي موجودة في قلب الطبيعة، في قلب الجبال، في قلب الخضرة، يعني مفيش اي حاجة خالص حواليك غير الخضرة والاسفلت فقط. انت متخيل الجمال؟ طبيعي جدا بنسبة 100%. الميزة انك انت بتستنشق هواء نضيف جدا، انت مفيش اصلا عوادم سيارات، مفيش زحمة. واحنا لسه ما وصلناش لوبيانا. نصيحة اي حد موجود في هنغاريا ياخد عربيته ويطلع يروح سلوفينيا. لسه هنعمل حاجات كتير جدا مع بعض، واستنوني في عاصمة سلوفينيا لوبيانا، وشوف ازاي المدينة في وسط الطبيعة وهتبقى عاملة ازاي. يلا بينا. وصلنا فندق سلوفينيا، المفروض ان احنا واخدينه ليله. انا مش عارف الغرفه شكلها غريب كده ليه، بس قشطه يعني. يا عمر. خلي بالكم يا جدعان، عمر طلع عينيه سايق من الساعه 1 الظهر. الحمد لله على السلامه يا صاحبي. تعرف شو انا لما فوت الاغراء تعرف شو حسيت حالي؟ حسيت تذكرت انك كنت عم تسوق. والله العظيم حسيت حالي شوفير. لا والله يا حبيبي اقسم بالله. كمان يا جدعان عمر لما بيخش بيجيب موز وتفاح وتريتوس، بيظبط نفسه على الاخير يعني. كمان يا جدعان الراجل دوت هينام معايا في نفس السرير، هتبقى حاجه صعبه جدا بصراحه. بس يا سيدي بدنا نحط حاجز.